اهلا بكم. الليله بيطل علينا الابيض من جديد، بيطل علينا الملكي العشق الزمالك الحياه 7 مساء 14 ديسمبر الخميس، الجوله 9 من بطوله الدوري العام المصري لكره القدم من استاد برج العرب. من استاد برج العرب تحت قياده تحكيميه للكابتن محمود البنا. الزمالك صاحب المركز العاشر، صاحب ال11 بونت في مواجهه المصري صاحب ال12 بونت. الزمالك في حالة الانتصار، في حالة الفوز والانتصار بيقفز 8 مراكز كاملين، بيصل للوصافة، بيصل لل14 بونت في المركز الثاني متساوي مع الأهلي المصري. الأهلي هيكون فارق موجب الأهداف، الأهلي موجب 8، الزمالك موجب 5 إن شاء الله بمشيئة الرحمن. الأهلي انشغاله ببطولة كأس عالم هيلعب 8 مساء الجمعة بمشيئة الله أمام الاتحاد العميد في ربع نهائي كاس عالم انديه. ان شاء الله كل التوفيق لممثل الوطن النادي الاهلي العظيم والعريق للوصول لسيمي فاينل كاس عالم، ولما لا الوصول لماتش مانشستر سيتي في النهائي باذن الله. عموما الزمالك انا من وجهه نظر الشخصيه كل الاصوات بتقول دلوقتي بنلف في دايره واحده وهنرجع لنقطه الصفر ورحيل معتمد جمال وندور على مدرب اجنبي. انا بقول لك والله العظيم احلى حاجه عملتها الاداره هو ان معتمد جمال يقعد لحد اخر الموسم. من وجهه نظري الشخصيه والله العظيم مدرب محترم ومخضرم وبيلعب بمنتهى السهوله واليسر، ما بيألفش وما بيخترعش. منذ رحيل خوان كارلوس اوسيريو 5 نوفمبر وتولي معتمد جمال المهمه، معتمد جمال 5/5 ونجح في كل الماتشات، ومنها اختبارات كانت صعبه امام بيراميدز في كاس مصر وفاز 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في ماتش ماراثوني من الكتاب. الزمالك لماتش الفينال في الكاس امام الاهلي ان شاء الله 3 رمضان 1 صباحا هتكون وجبه دسمه ومن الكتاب. بعدها فزنا على بوسليم في الجوله الاولى من الكونفدراليه، وبعدها لعبنا فيوتشر في الدوري وكسبنا 2-0، ولعبنا اكاديميه اسواره وغلبنا السجراده ووصلنا للبونت رقم 9 ووضعنا قدم في ربع نهائي كاس الكونفدراليه بمشيئه الله. عموما الكلام ده ما حصلش بالنسبه لنا ان احنا نتصدر المجموعه من اول 3 ماتشات من 20 سنه في بطوله قاريه. عموما الزمالك محتاج سكواتنج ان شاء الله باذن الله، مع حل مشكله القيد وجلب بعض الصفقات هنشوف زمالك جديد وزمالك محترم. كلنا عارفين ان احنا عايزين صفقات. فكره وجود مدرب مصري لازم تبقى فاهم وواعي وعارف ان والله العظيم مفيش اي حد يصلح لتولي تدريب نادي الزمالك دلوقتي غير مدرب مصري، غير مدرب مصري عارف كل اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه. مش هينفع نجرب والله العظيم ما نجيب مدرب اجنبي دلوقتي لا يخسر ماتش واثنين وثلاثه ونرجع برضه معتمد جمال في النهايه، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت ولا عملت اي شيء على الاطلاق. ان شاء الله باذن الله بمشيئه الرحمن نتمنى التوفيق من الاعماق لزمالكنا العظيم في الانتصارات المتتاليه. والله العظيم كل انتصار تلو انتصار بيثبت اقدام نادي الزمالك العظيم، بيرجع ثقه الجمهور، بيرجع ثقه اللعيبه في نفسها. انت تاخد بالك احنا عندنا اساسا في الزمالك لاعب 2 3 تحس ان هم محافظين على مستواهم. اذا كان عندنا شيكابالا وعندنا زيزو وعندنا حمزه المسلوسي الباقي كله ملوش اي لازمه، وكلنا كنا عارفين الكلام ده. دلوقتي تلاقي دونجا رجع لمستواه، اوباما بدا يدخل ويتطور بصوره فوق الخيال، عمر جابر بدا يتطور، في اكتر من لاعب في نادي الزمالك، عواد رجع له الثقه، في اكتر من لاعب من نادي الزمالك العظيم والعريق رجعوا لمستواهم. فيا ريت كل الدعم لمعتمد جمال وللجهاز الفني واللعيبه نادي الزمالك. طب ايه هو اجمل خبر ممكن نسمعه النهارده؟ ايه اجمل خبر ممكن نشوفه؟ ايه هي اجمل حاجه ممكن نشوفها النهارده في قائمه نادي الزمالك؟ الحمد لله عوده محمود حمدي الونش الراجل العظيم. انه فقط يلعب كرة القدم، انه فقط يمارس كرة القدم. والله العظيم 3 عندما تبحث في كرة القدم المصرية عن افضل لعيب اخلاق في كرة القدم، طبيعي عندنا شيفو الاسطورة الراجل الاصيل. عندما تبحث عن افضل لاعب بيمارس كرة القدم فقط بدون اي حوارات ولا اي مشاكل لازما بتضع في الاولويات محمود حمدي الونش. سلامات يا ونش يا راجل يا عظيم. ان شاء الله باذن الله عودة الامان لقلب دفاع زمالكنا العظيم، وطبيعي هنبدأ ندور على باك يمين، لان مع عودة محمود حمدي الونش ومع اكتشاف المسلوسي في قلب الدفاع طبيعي ان احنا لازم ندور على باك يمين في الانتقالات الشتوية بمشيئة الله. نتمنى من الاعماق
ان مجلس اداره زمالكنا العظيم يسابق الزمن من اجل حل مشكله القيد ومن اجل جلب صفقات لزمالكنا العظيم. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.